الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين إلى إطلالة جديدة وعودة بعد فترة انقطاع يسيرة لبرنامجكم برنامج بل نقذف بالحق، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نعود إليكم بالجديد والمفيد. أيها المشاهد الكريم، وقفنا في آخر حلقة قبل الانقطاع في حلقات متوالية، وقفنا عند إثبات تأثر وأخذ الإمامية الاثنى عشرية لدينهم من المجوسية واليهودية والنصرانية. وكان أول ما بدأنا به من هذا كان انطلاق ذلك التصريح المهم والخطير جدا للمرجع كمال الحيدري، الذي نسب أكثر من 90% من روايات الكتب الشيعية الإمامية إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، ومن فمك أدينك. اليوم معنا عقيدة لربما لا تكون هي من أصول الدين عندهم، ولكنها في أهميتها وفي دفاعهم عنها رغم تهافتها تعدل عندهم الإمامة والدفاع عن الإمامة، أعني الدفاع في الأهمية، لأنها قضية مصيرية عندهم، وسقوطها سقوط لعقيدتهم الباطلة. إنها القصة المجوسية التي أتى بها المجوس للانتقام من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. إنها قصة كسر ضلع الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، تلك الأسطورة الخرافية التي نسجها المجوس لإثارة الأحقاد على سيدنا عمر وغيره من الصحابة كما سيأتي. أيها الإخوة، لا بد أن نقدم بمقدمة فنقول إن أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعرف للبضعة النبوية فاطمة رضي الله عنها وأرضاها منزلتها وحقها، يعرف أنها سيدة نساء أهل الجنة، يعرف أنها من كمل خلقه من النساء، يعرف أنها ممن فضلنا على العالمين، يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سارها في مرضه أو قبيل وفاته فضحكت، كان في ذلك في مرضه الذي اشتكى منه ومات بسببه، سارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألتها أم المؤمنين عائشة، وبين عائشة وفاطمة قرابة وصلة ومحبة، ولذا تجد أن فضائل فاطمة رضي الله عنها ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن فاطمة. قالت: فسألتها عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت.
ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. في رواية أخرى أنني سيدة نساء العالمين فضحكت. أيها الإخوة، إننا أمام صحابية جليلة يعظم حقها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لا يمكن أن تطال شعرة من شعر رأسها لا بيد كافر ولا بيد مسلم، وأصحاب رسول الله يشمون الهواء. والمهاجرون والأنصار الذين أفنوا أعمارهم يشمون الهواء. لا يمكن أن يمر هذا الأمر عليهم أبدا، سواء كان القاتل أو الضارب أو الطاعن أو العاصر فلان أو فلان من الصحابة، حتى لو كان علي بن أبي طالب نفسه وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه، أو كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو كان غيره من الصحابة. عرض النبي خط أحمر، لا يمكن أن تقتل فاطمة والصحابة ينظرون، فضلا عن أن يراها علي وهو مكتوف الأيدي ينظر إليها كما يزعم المجوس في أسطورتهم التي أرادوا منها تشويه صورة سيدنا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأخوة في الله، ملخص قصة المجوس هذه: يزعمون أن عمر رضي الله عنه، ومرة يقولون أبو بكر، ومرة يقولون خالد، ومرة يقولون المغيرة، وهو حدث ولا حرج متضاربة كما سيأتي القصة، وكثر الكذابون وكل اخترع له طريقا فيها. المقصود الأشهر الذي يتداولونه بينهم أنهم يزعمون أن عمر رضي الله عنه بعد بيعة الصديق وتأخر علي في البيعة اعتصم علي ومن رفض البيعة في بيت فاطمة، فهدد عمر عليا وفاطمة ومن معهم بإحراق البيت إن لم يخرجوا، فرفضوا، فاقتحم. هنا يبدأ فيلم المجوس. فاقتحم عمر البيت وكسر الباب على فاطمة التي كانت ذهبت لتفتح الباب، وعلي جالس ومع الزبير ومع ناس من بني هاشم ينظرون، تركوا المرأة تفتح الباب، انظر. فضربها وعصرها خلف الباب وهم ينظرون جالسين، أسطورة سيئة الصناعة. فسقط جنينها ونزفت، ويقولون أن قنفذ ضربها لطمها، ثم أمروا بإحراق البيت فأحرقوه، ثم أخذوا عليا كالجمل المخشوش إلى البيعة غصبا ورغما عن أنفه. هذه هي أسطورة المجوس. الغرض منها واضح، وسنأتي إن شاء الله عز وجل بعد قليل إلى إثبات أنها لا تروى بسند معتبر، وليس هناك أصلا إلا أسانيد واهية وروايات تافهة لا يصح منها شيء حتى على شروط الإمامية أنفسهم. يقولون أسقطت المحسن إلى الشيعة الإمامية الأحرار الذين يفكرون ويبحثون عن طريق الجنة. أهدي معلومة لربما لم يخبرهم بها المجوس ومراجع الإمامية. ليكن في معلومك أيها الشيعي وأنت أيها السني أن المحسن ابن علي ولد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا. هذه معلومة يعني ما يعرفها المجوس، لأن ما عندهم أسانيد، ما عندهم روايات، من وين يجيبون هذه؟ لكن نحن أهل الإسلام، نحن أهل القرآن والسنة نعرف هذه الحقيقة، نعرف أن المحسن سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومات في حياته، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بعد موته ولا بعد بيعة أبي بكر
ولا إلى آخر الأسطورة التافهة المجوسية. في مسند أحمد من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه قال: الشاهد من الآن؟ المتحدث من الآن؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: لما ولد الحسن سميته حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قال: قلت حربا. قال: بل هو حسن. فلما ولد الحسين سميته حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قال: قلت حربا. قال: بل هو حسين. فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلت حربا. قال: بل هو محسن. قال: سميتهم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، سميتهم بأسماء ولد هارون: شبر وشبير ومشبر. والحديث قال عنه المحدث شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن ورجاله ثقات. مات في حياة رسول الله صغيرا، ولم يمت حملا في بطن فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي كما تزعمون. وهذه المسألة مجمع عليها عند المسلمين إلا المجوس، إلا المجوس. قال ابن حجر: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه، قال في الابن المذكور محسن ابن علي بن أبي طالب، وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة اتفاق ينقلها ابن حجر العسقلاني المحدث. من أين لكم أنه كان حملا وأنه أسقط إلى آخر هذه الأسطورة التافهة؟ ثم ألستم تقولون وتروون كما في رواياتكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لفاطمة: أنك أول من يلحقني من أهل بيتي؟ أليس هذا يناقض تقدم موت محسن عليها؟ كيف تجمعون بين هذا التناقض؟ الباطل يحطم بعضه بعضا. ونحن نقول: هذه الأكاذيب إنما أريد منها أيها المسلمون تشويه الصحابة والطعن في الصحابة عبر أساطير المجوس الحاقدين على الصحابة. ولذا في كل سنة يقيمون عزاء ويقولون: ذكرى استشهاد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ثم على الهواء مباشرة، ليس فقط في القنوات، بل حتى في الشوارع يقيمون تمثيليات ومسرحيات. واحد شاب حطب وجايب على الباب، وواحد قاعد يعصر مرة وراء الباب، وعلي بن أبي طالب جالس يصورونه قاعد، إلى آخره. مو قادر بطل الأبطال، مجندل الأبطال علي بن أبي طالب ما يستطيع يدافع عن عرضه. إذا كانت هذه أخلاقكم فليست بأخلاق لعلي بن أبي طالب. إذا كنتم ترضونها يا مراجع المجوس فعلي بن أبي طالب لا يرضاها. انظر هذه الصورة التي تشاهدون، هذه مما ترون. يا ليت تطلعون الكتابة لو أخفيتم صورتي لا بأس. انظروا ماذا في الصورة: نعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل. مصاب ايش؟ المقصود بمصاب الزهراء. انظروا، واحدة تفتح الباب ما شاء الله، حتى البيبان يعني ما أدري كانت في ذاك الزمان بهذه الجودة. ثم تصوير الصحابة بأبشع صورة، ثم تصوير الزهراء أنها جريئة تفتح الأبواب للرجال في حضور يعني رجالها. طعن في فاطمة، طعن في علي، طعن في عمر، طعن في بني هاشم، طعن في الصحابة. كل ذلك من أجل تشويه عمر، كل ذلك من أجل تشويه الصحابة فقط. ما يهمهم
الحقائق يهمهم التشويه. أنا كنت أتمنى أنهم يرسمون في هذه الصور صورة علي وهو جالس، حتى يشاهد الناس كيف يصور المراجع علي بن أبي طالب. عندنا شجاع جريء بطل، عندهم خواف يقاد إلى البيعة كالجمل هكذا في روايتهم المجوسية. علي لا يقاد، علي يقود رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه وأرضاه قاتل الأبطال، لا يقاد ولا يتطاول على عرضه أبدا وهو يرى ويسمع. طبعا يكذبون عليهم كذبة تافهة جدا، يقولون الرسول أوصاه بإيش؟ ما يدافع عن عرضه؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال للناس من قتل دون عرضه فهو شهيد، يستثني عرضه؟ يستثني فاطمة؟ يقول لا تدافع عنه. ثم ما وراء ذلك يعني واحد يدفع الأذى عن عرضه، قتل استشهد في سبيل الله. أما أن تقتل الزهراء ويقول وصية، هذا كذب ولا يستطيعون إثباته برواية واحدة صحيحة. وما أكثر أكاذيب المجوس. صورة أخرى من هذه المراسم التي يقيمونها في سنويا، نعش يصورون على أنها الزهراء رضي الله عنها وشايلين، لا تسأل عن البكاء ولا العويل ولا النواح ولا اللطم ولا شق الجيب. لا، والغاية من ذلك الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها لن نسكت، لا والله لن تذهب دماء الزهراء هدرا. آن الأوان كي نكشف زيف الظلمة ونبيد الظلمة. القضية إذن أسطورة من أجل هذه الغاية، اختلقت للانتقام من المسلمين. سبحان الله، يا مسلمين، يا عباد الله، يا سنة، يا شيعة، أهل قم، القمي والطوسي والكليني وغيرهم أغير على عرض النبي من أبي بكر وعمر، أغير على عرض النبي من المهاجرين والأنصار. خسئتم والله، خسئتم يا من تقولون ذلك وكذبتم، بل هم الذين جعلوا نحورهم دون نحر النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يحيطون هذه الأسطورة بكرامات ومعجزات. انظروا هذه الصورة، صورة فيها طفل يزعمون أنه بهذه المناسبة انكسر ضلعه، ويضعون أسهم ويضعون، انظر يا أخوة، وهذه كلها لما أعيتهم الحيل والحجج ما عندهم حجة يثبتون بها هذه الخرافة والأسطورة، راحوا إلى هذه الأشياء. يلا لون ولا اضرب هذا الطفل ويلا وجيبه وقول هذا أمر جلل وهذا أمر عظيم، تعالوا شوفوا إلى الكرامة حقت الطفل هذا شلون انكسر ضلعه في يوم ذكرى كسر الضلع. سبحانك يا ربي يا مثبت العقول، كيف يستطيع يعني عامي مثقف إنسان بسيط أن يهضم مثل هذه التفاهات أو أن يصدق مثل هذه الخرافات والأساطير؟ الغاية أيضا سنظل ننادي يا زهراء، الغاية شركية أيضا للغلو في فاطمة رضي الله عنها، فهم يحيون هذه المناسبة سنويا من أجل هذه الغاية. تعالوا يا إخوة شوفوا المشاهد اللي يسوونها في الشوارع والمسرحيات اللي يسوونها، واعجبوا من دين المراجع. اتفضلوا. طبعا يا ليت تحطون الصورة كاملة عشان شوفوا الصحابة عندهم بمنظر مقزز، بمنظر مجرمين، المهاجرين والأنصار بمنظر مجرمين. شوفوا الحاجب اللي هناك اللي لابس إلا ما أدري شنو، يعني جلد نمر ولا إيش، شلون طالع كتفه وحاط شوشة يعني كبيرة، يعني شعر كبير.
وانظر هذا وذاك، كلهم يعني صوروا في هذه الصورة وهذه المشاهد بصورة مجرمين. نعم، في الدين الاثنى عشري الصحابة مجرد مجرمين. في الدين الاثنى عشري المهاجرين والأنصار الذين وعدهم الله بالجنة وهم يمشون على الأرض أحياء مجرمين. لا والله، إن أهل الإجرام هم من افتروا هذه الأسطورة وهذه الأكاذيب التي أرادوا منها الطعن في دين الإسلام وتغييره عبر فاطمة، عبر علي، نزههم الله عز وجل عن هذا الدين. تعالوا شوفوا العزاء الذي يعني يكون في هذه المناسبة، السماعة بالنص والحريم يمين يسار، ولا تسأل عن العويل واللطم والبكاء وإثارة الأحقاد، إثارة الأحقاد على الصحابة. والله الذي لا إله إلا هو أن غاية ذلك أن يغلقوا آذانهم ويغلفوا قلوبهم أن يسمعوا الحقائق من أهل السنة من المسلمين، فيشغلونهم بهذه الخرافات والأساطير لئلا أو من أجل أن يحجزوهم عن الحق، يشغلوهم بهذه الأمور المكذوبة. وهؤلاء النسوة وغيرهن هل يملكن البحث ومعرفة الروايات الصحيحة من غيرها أو الأساطير والخرافات كحال هذه الأسطورة؟ ما يعرفون ولا يملكون. انظروا هذه صورة أخرى أيضا، هذه في الشارع، وما أدري يعني من خلال كأنها يعني في الخليج قريبة، يعني في السعودية البحرين أو شيء من قريب. انظر، يصورون الصحابة الشابين النار وداخلين، والزهراء وراء الباب، وعلي بن أبي طالب قاعدين يسحبونه وعاجز مو قادر يسوي شيء. انظر التفاهة، انظروا صغر العقول، انظروا الحقد على الصحابة، انظروا الكذب. هذا دين الكذبة، هذا دين المفترين، هذا دين لا يمكن أن يكون من يعني مثبت برواية واحدة صحيحة. ونحن نتحداهم وتحداهم إخواني قبلي من الإخوة الفضلاء على هذا المنبر، منبر قناة وصال وغيره، أن يأتوا برواية واحدة صحيحة لإثبات هذه الخرافة، وسنثبت إن شاء الله يعني تناقضهم وتضادهم في ذلك. أيها الإخوة، يوم 9 من ربيع الأول يوم وفاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يحتفلون به ويقولون أن الزهراء فرحانة لأجل ذلك، وأن الزهراء تفرح في هذا، ولذلك يحتفلون. انظروا كما في هذه الصورة. ولذا يعظمون قاتل عمر الذي هو المجوسي الملعون أبو لؤلؤ المجوسي، ويعكفون على قبره. نعم، هم مجوس، لماذا لا يعكفون على قبره؟ انظروا هذا قبره. لكن النكتة، الشيء الطريف، أبو لؤلؤ المجوسي مقتول، قتل أو قتل نفسه، نحر نفسه في المدينة، فكيف جاءوا بقبره إلى إيران وجعلوا له قبرا هناك، ثم بنوا عليه مسجدا، ثم قالوا يعني أن فيه عبادة وأنه بابا شجاع الدين البطل العظيم الذي إلى آخر ما خلعوا عليه من المناقب. كيف؟ يعني أرسلوه يعني عبر البلوتوث أو الواتساب، ودوه إيران بهذه الطريقة؟ كيف انتقل قبره إلى هناك؟ هل تساءلتم يا عقلاء الشيعة؟ ثم كيف يعبد مجوسي؟ ثم ما غاية من عبد المجوسي؟ إذا ربطت هذه بتلك عرفت لماذا اخترعوا أسطورة كسر الضلع. تعالوا نرى هذا المقطع من اليوتيوب لمزار أبي لؤلؤة في إيران.